صباح الخير او مساء الخير عليكم. النهارده معانا الانطباعات الاوليه عن جهاز سامسونج جالاكسي اس 9. اول حاجه بيجي معانا الضمان وورقه اللي فيها السيريال نمبر. بعد كده في عندنا الكفر، بيجي معاه كفر شفاف. بعد كده بيجي معاه محتويات العبوه، الشاحن فاست تشارجنج، وبعد كده بيجي معاه يو اس بي ادابتور وسمارت كونكتور عشان تنقل بياناتك القديمه. وبعد كده بيجي معانا السماعات الاي كي جي باللون الاسود. بعد كده نيجي نستعرض معاكم الجهاز. اول حاجه الجهاز بيجي بابعاد حلوه جدا، احسن بكتير من سامسونج جالاكسي اس 8. بيجي بوزن اخف بكتير منه، والشاشه ابعادها 5.8 انش، ونسبه الاستحواذ فيها 83.6%. وبتيجي بطبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5 ضد الخدش طبعا، وبيجي بمقاومه ضد الماء والغبار والاتربه IP68، وبيجي طبعا بنظام تشغيل اندرويد اوريو 8. واول لما انا فتحت العبوه جالي الصراحه ابديت حوالي 250 ميجا، كان مكتوب ان هي تحسينات لاداء الكاميرا واللوك سكرين وكده. وبيجي بذاكره داخليه 64 جيجا، وده طبعا كافي جدا. بالنسبه للرامات فالسامسونج جالاكسي اس 9 العادي بيجي برامات 4 جيجا. بالنسبه للكاميرا فهو هنا فتحه الكاميرا هي كاميرا واحده بس، تمام، وبتيجي بدقه 12 ميجا بكسل، والاماميه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل. هنا مفيش العدستين اللي بيعملوا خاصيه التيلي زوم، ده موجود في الاس 9 بلس، ولكن هنا الموبايل بيجي بكاميرا واحده بس، تمام، ولكن دقتها حلوه جدا. بالنسبه طبعا لمكان البصمه ده كان اهم تغيير حصل، وطبعا المكان بقى مريح جدا. وفي برضو خاصيه جديده ضافتها سامسونج، ان انت ممكن تنزل النوتيفيكيشن بار عن طريق ان انت تحط ايدك على الزرار البصمه اللي ورا، ودي حاجه مريحه. طبعا الميزه الكبرى انه بيجي بمدخل سماعات 3.5 ملم اوديو جاك، ممكن تركب فيه اي سماعه. بيجي طبعا داعم للشحن السريع، ده حاجه مميزه جدا، وفاست تشارجنج حتى بالوايرلس ادابتور. ومعانا طبعا الزرار الهوم هنا بتضغط عليه حتى والشاشه مطفيه، دي طبعا كانت ميزه موجوده من الاس 8 لان دي 3D تاتش سكرين، بس في زرار الهوم فقط لا غير. بالنسبه طبعا للصوت بيجي مزود بسماعتين. نجرب هنا مثلا الصوت. طبعا تجربة الصوت غنية جدا، وطبعا بيديك ده احساس وانت بتلعب او بتتفرج على الفيديوهات، حاجة احساس اميرسيف، او يعني انت بتخش جوه الحدث. وطبعا بيجي بمدخل USB تايب سي. هنتكلم هنا عن مقارنه بسيطه ما بينه وما بين السامسونج جالاكسي اس 7 ايدج، تمام. هنا بيجي الكيرف في السامسونج جالاكسي اس 8 اقل، تمام، ومسكته في الايد اريح بكتير، وابعاده ان انت بتبقى مالك الجهاز احسن بكتير من الاس 7 ايدج. وبالنسبه للايدج نفسها اللي هي الثانيه اللي في الشاشه اصلا بتيجي اقل اصلا، وده بيديك راحه في مسكه الايد، وان انت تقدر تستخدم الخصائص بتاعه الايدج افضل بكتير من اي جيل قبل كده حصل. هنتكلم برضو عن نقطة تانية وهي البطارية. البطارية هنا بتيجي بساعة 3000 ملي أمبير، وشحن سريع بتشحن في خلال ساعة ونص بس، ولو هتشحنها بالوايرلس ادابتور هتبقى في خلال ساعتين. طبعا من أهم خاصية ما اضافتها سامسونج السنة دي إن هم عملوا حاجة في اللوك سكرين اسمها انتليجنت سكان، والانتليجنت سكان دي بتستخدم الايرس ديتكتور اللي هي قزحيه العين مع الفيس ديتكشن، بتديك انلوك للموبايل سريع جدا، بيكون اسرع بكتير من الايرس ديتكشن. والخاصيه دي حلوه الصراحه، انا استخدمتها وهي سريعه فعلا. بالنسبه بقى للجهاز ككل، هو طبعا الجهاز محترم جدا وطفره كبيره عن الجيل اللي قبله، تمام. هو طبعا تعديلات طفيفه عن الاس 8، ولكن احسن بكتير. مثلا لو حد معاه الاس 7 ايدج هيبقى ده افضل بكتير طبعا، وانصحه انه يشتريه لو هو حد يمتلك اللي هو الجيل بتاع الاس 7. لو الجيل اس 8 لو انت مش متضايق قوي من الموبايل، الافضل ما تشتروش، استنى للجيل اللي بعد كده. طبعا احنا هعمل عليه ريفيو كامل ان شاء الله الموبايل، انتظرونا في الفيديو للريفيو كامل.